سايبه. وبعدين اي حد يقول لك ايه امام عاشور اصلا كتب مش عارف اسود اتعاقب. ما تفهمنيش ان انت هتقول لي هعاقبه. انا عندي امير مرتضى رخم رخامه غير طبيعيه في العقوبات، يعني يمكن انا ارحم منه شويه، لكن امير كده ما بيهزرش. اللي مخصوم منه 300 اللي مخصوم منه نص مليون لا بيخصم. بس مش لازم اطلع اقول لك والله انا خصمت، انت مش مشكلتك اقول لك. ومن فضلك يا اللي انا بخاطبك انت دلوقتي مالكش دعوه باللعيبه. مش عايز اسمع كلمه لعيبه موظفين. انا اقول الكلام ده بقى فرق بيني وبين الاهلي 15 20 بونت، انما ده فرق ماتشين انا هلاعب وربنا يكرمنا نزق العيال كسبوا خلاص نطبطب عليهم لغايه ما يكسبوا. هو انا ابني لما اقعد اشتمه كل يوم واضربه كل يوم هيطفش من البيت اصلا، هيطفش هياخد امه يلا لا ده باين عليه مش عارف مخه ضارب يلا اما نمشي من هنا لما قعدنا في بيت الراجل ده. انما انت احيانا بتطبطب واحيانا بتجيب له هديه واحيانا بتشخط فيه واحيانا هو كده. احنا رجعنا في شهر 10 خدنا الحكم، فرجعونا تقريبا في شهر 12، قعدنا شهرين لغايه ما جت الانتخابات. انا بس بوريك الازمات. لو كان الواد الاسطوره ده كان موجود اقسم بالله كان انتحر. يا رب يوم 21 باذن الله ننتصر بقى عشان تعبنا لقد هرمنا. خسرت من الزمالك او خسرت من النادي الاهلي بطوله لا حد ذاتها المباراه بالظبط كده. ده بقى تقييم المدرب. هتقول لي بقى اصل كسبان السوبر والكلام ده، لا ما لهمش، ده هم اهم حاجه الدوري. طب القلق على مين اكتر، كولر ولا فيريرا؟ فيريرا مش هيمشيه الا جماهير الزمالك، خدها مني انا دي. مش هيمشي الا جمهور الزمالك ولا كولر هيمشي. ممكن في حاله واحده. ممكن في حاله واحده لو طلع خبط زي ما بيخبط كده بعد المباراه في ايه في اللعيبه وفي الاداره، فممكن في الحاله دي يمشي. بس خلي بالك انت داخل على كاس عالم الانديه يا حبيبي. خد انذار شديد اللهجه، خلي بالك. ما هو طلع بعد ماتش سموحه وطلع بعد مش عارف ماتش ايه اللي هو الماتشين اللي هم تعادل فيهم، وطلع مره قال لك اللعيبه ومره قال لك الجماهير. فبعد كده بقى كانت مستنيه ان هو يطلع بقى يقول الاداره. ما ادانيش اماره كولر لحد دلوقتي ولا هيديك. بص، هي راجل كسبان سوبر واقوى هجوم واقوى دفاع في الدوري، متصدر فرق 5 نقاط، وكسبان الاتحاد من ستيل وصيف الدوري التونسي في الدور التمهيدي في دوري ابطال، وقال لك ما ادانيش اماره. ان شاء الله مع انك ما خدتها.